انا عايز اعترف لك بحاجه. الاستلام بعد سنتين مش سنه، والفيلا قبلي مش بحري. اقول لك على حاجه كمان، انت اللي اضطريتني اعمل فيك كده. كاشباك ايه اللي انت عاوزه؟ و30 سنه ايه تقسيط اللي انت بتتكلم عليها؟ يا عم روح بقى. انا شفتك فين قبل كده؟ حاجات محدش هيقول لك عليها في الريل استيت. من زمان وفي جمله في التجاره بتقول ان الزبون دايما على حق، وفي الحقيقه ومن وجهه نظري فعلا الزبون دايما على حق، لانه اكتر واحد عارف هو عايز ايه واحتياجه ايه، واكتر واحد مدرك لامكانياته الماديه، ولان هو اكتر واحد مستفيد من عمليه البيع والشراء. ولكن خليني اناقشك شويه واقول لك على مشكلتي، واعتبرني يا اخي بدردش معاك. البيع هو اقناع، والاقناع معتمد على الاختلافات ما بين شخصيات الناس، ودي احلى حاجه في عمليه البيع. ولكن المشكله ان العميل فعلا ما بقاش عارف هو عايز ايه. العميل احيانا ما بيبقاش عايز مصلحته مهما قلت له عليها، لدرجه في بعض الاحيان ما بيبقاش عارف هو عايز يشتري ولا لا. الموضوع ما بقاش اقناع واختلاف، الموضوع بقى ان العميل ممكن يخش وهو مش هدفه اصلا انه يشتري، مش همه على مصلحته بالاساس. ممكن يشتري مع اكتر واحد هيديله كاشباك بصرف النظر عن الكواليتي اللي هياخدها، برغم انه صح لواحد تاني معاه في الاختيار ممكن يشتري مع اكتر واحده حلوه. وانا من جوه المجال وبقول لك ده بيحصل كتير. ممكن ياخد من وقتك وهو مش جد في الشراء اصلا، تحت اطار اني بسال وبفهم الدنيا ماشيه ازاي. عارفين المثال بتاع النصاب والطماع؟ كل ما العميل كان طماع كل ما هيظهر له نصابين عشان يبيعوا له. على فكره من حقك انك تبقى طماع في المكسب، وتبقى طماع انك تاخد احسن كواليتي، بس الطمع في انك تاخد احسن حاجه ده امر، وانك تبقى طمعان في شقه وتعب اللي قدامك ده موضوع تاني. وما اظنش ترضاها ان من الناحيه التانيه يبقى في سيلز طمعان فيك. وكل ما بتزيد مساوئ العملاء كل ما بتزيد مساوئ السيلز. فالنصيحه بتاعتي ليك، عايز تسمعها اسمعها، مش عاوز تسمعها يبقى كأنك ما سمعتش حاجه. لو عايز الناس تراعي ربنا في البيع يبقى انت كمان تراعي ربنا في الشراء، عشان لو ما حصلش ده اللي هيبقى على الوش هو النصاب، واللي هيتدفن تحت هو اللي بيراعي ربنا، واللي هيخسر في الاخر هو العميل. وساعتها مش هيبقى العميل دايما على حق. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.